مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الوطن بالخير والبركات. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية، أبدأها لكم بأبرز ما جاء فيها. البلاد تحتفل بعيد الأضحى المبارك. تنظيم المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في أمريكا. دعوة لتعزيز الجهود الجارية للحفاظ على الثروة الغابية في حقات. عشرات القتلى والجرحى في انفجار شاحنة صهريج بتنزانيا. إيران تكشف عن منظومة دفاع صاروخي مطورة. ومقتل 18 شخصا في انهيار أرضي بالصين. كان ذلك موجز النشرة، معكم فيها نور الدين خليفة. إلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. تحتفل البلاد بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، والذي حل هذا اليوم الأحد الموافق 11 من الشهر الجاري. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي والذي أعده الزميل قاسم أحمد. أعد المسلمون في 11 من أغسطس الجاري بساحة الفاتح من سبتمبر صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، وقد اكتظت ساحة الفاتح من سبتمبر بالمصلين المؤدين لصلاة العيد، يتقدمهم سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد، ومعالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، وحاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياء، وغيرهم من كبار المسؤولين في الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء المعتمدين في البلاد. وقال القائم بأعمال إدارة الإفتاء الإريتري الشيخ سالم إبراهيم سالم في خطبته إن العيد مناسبة عظيمة ويوم حب وصفاء، يوم التكافل والتآزر والتآلف والتصافح مع الأقارب والجيران، ومناسبة عزيزة تدخل السرور في قلوب المحتاجين والفقراء. وعبر عن تمنياته بالرخاء والسعادة لكافة المصلين والمؤمنين. وطالب الشيخ سالم فيما يتعلق بزواج القاصرات وأدراره، طالب الآباء لأن يحرصوا على عدم تزويج البنات القاصرات، فإن ذلك يتسبب لهن بعاهات. وقال تكفي زيارة واحدة لمستشفى مندفر للناسور لإدراك حجم معاناة المرأة. وأضاف يعد زواج القصر أحد أسباب الإصابة بالناسور، وأن مساعدة تشجيع الضحايا ماليا ومعنيا واجب وطني. في الختام ذكر الشيخ سالم المواطنين للتحابب والتصافح وعيادة المرضى وإعانة المحتاجين والفقراء لا سيما أبناء الشهداء، وهنأ كافة الإريتريين في الداخل والخارج وقوات الدفاع الإريتري الباسلة. بالتعاون بين وزارة الإعلام ومركز التدريب الوطني للخدمة الوطنية بساوة، نظم برنامج فني وثقافي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفي الكلمة التي ألقاها قائد المركز الوطني للتدريب العقيد بساي قديه، أوضح فيها بأن ساوة شهدت في هذا الاحتفال أو في الأسابيع الاحتفالات اليوبيل الفضي لتأسيس ساوة وبدء الخدمة الوطنية وتخريج الدفعة 32 وكذلك تخريج الدفعة 10 من طلاب المركز الوطني للتدريب المهني ماموس. ومواصلة لتلك الاحتفالات، ها هي تستضيف الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، معبرا عن تهنئته الحارة للمسلمين والشعب الإريتري عامة. وذكر العقيد بساي في كلمته بأن أعيادنا الدينية تبرز وحدتنا ووئامنا، وقال إن الاحتفال بأحد أعيادنا المجيدة في ساوة التي تتوارث فيها الوحدة والوئام له مضمون رزين. وحفل البرنامج بالفقرات الفنية التي قدمتها فرقة والتا التابعة لوزارة الدفاع الإريترية. تنظم فعاليات المهرجان السنوي للإريتريين في الولايات المتحدة الأمريكية في آبي إيريا بولاية كاليفورنيا، حيث أن التجمع الوطني السنوي الذي افتتحته في 9 من أغسطس الجاري وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم يشارك فيه آلاف من الإريتريين بالإضافة إلى أصدقاء إريتريا. ويشتمل المهرجان الذي يستمر ل3 أيام على سيمينارات حول الأوضاع الراهنة في البلاد
والتطورات الإقليمية والسيمينارات المهنية والبرامج الثقافية والفنية وغيرها من البرامج ذات المحتويات المهمة. وأفادت المعلومات الواردة بأن الكوميدية الإريترية الأمريكية الشهيرة تيفاني حديش والأخوات الإريتريات الأمريكيات إيريام سيسترز، بالإضافة إلى الفرقة التي ذهبت من إريتريا وفنانين بارزين، أضفوا على المناسبة روعة وجمالا. قدمت دعوة لتعزيز دور المجتمع المدني من أجل نجاح الجهود الجارية للحفاظ على الثروة الغابية وخاصة الأشجار المعمرة في مديرية حقات. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد تخلايف السهية عن قطع 20 كنتالا من الأشجار المنتشرة في منطقة عدن السور وطريق يؤدي إلى منطقة أونجلي بالاستفادة من الظلام، داعيا مدراء الضواحي ليكونوا يقظين من أجل السيطرة على فناء الأشجار وتقديم الجناة إلى القانون. وأشار السيد تخلاي إلى أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية تسببت في وقوع 150 شجرة معمرة في منطقة حشيشاي و200 في منطقة عد عمر و60 في منطقة شبغ، ويتسبب ذلك بالإضافة إلى عملية الفناء والاندثار الجارية في تدمير الثروة الغابية، مناشدا إدارات الضواحي للعب دور بارز للحفاظ والحراسة الجيدة لتلك الثروة. وذكر بأن مناطق عد أري وشبغ وعد عمر وعد نسور وأونجلي وعد فكاي هي من أكثر المناطق التي تشهد فناء واندثارا كبيرا للثروة الغابية في المديرية. وبما أنه لا تتحقق النجاحات الفعالة دون مشاركة المواطنين، لذا يتطلب ذلك مشاركة الجماهير الواعية والفعالة. ذكر بأن الحملة الطلابية الصيفية التنموية لها فوائد مضاعفة، حيث تنمي ثقافة التنمية البيئية وترسخ الحب المتبادل، إضافة إلى حفظ المياه وحماية التربة. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم عنسبة السيد كاساتات سفاتسين أن الحملة وإضافة إلى إيجابياتها الأخرى ترسخ على الطلاب حب ورعاية البيئة. وذكر بأن مراكز الشتول المنتشرة في مدن كرن وعلى برعد وحلحل وعد تكليزان لعبت دورا كبيرا في إنجاح الحملة، داعيا إلى الدفع بأنشطة الغرس في المنازل ودور العبادة والمؤسسات الحكومية، إلى جانب أنشطة التشجير التي يقوم بها الطلاب. وفي الآراء التي أدلى بها المنخرطون في الحملة، أعربوا عن افتخارهم واعتزازهم بالأعمال التي يقومون بها يوما إثر آخر، مناشدين كافة أفراد المجتمع لتعزيز دوره في رعاية الشتول المغروسة. وتوضح المعلومات الواردة من مكتب وزارة التعليم في إقليم عنسبة بأن الطلاب المنخرطين في الحملة الصيفية التنموية بالإقليم، البالغ عددهم أكثر من 8000 طالب في 9 مديريات، أنجزوا أعمالا فعالة تمثلت في حفظ المياه وحماية التربة. تخرج في 4 والسادس من أغسطس الجاري 40 من مرافقي الأسر في مديريتي مايمنة وأمن حيلي بالإقليم الجنوبي، حيث تلقوا دورات مهنية تمثلت في تربية النحل والدواجن امتدت لفترة شهرين. وفي مراسم التخرج التي جرت في المديريتين، أوضح بأن الهدف من الدورة التي شاركت فيها 31 من الإناث و9 من الرجال هدفت إلى اكتسابهم مهنا تساعدهم في ضمان حياتهم المعيشية. وقال ممثل الخريجين بأنهم يدركون تماما بأن الدورة هي جزء من الاستثمار الضخم الجاري على فئة الشباب، مؤكدين بأنهم سيسعون جاهدين من أجل تغيير حياتهم المعيشية وأن يكونوا نموذجا ناجحا في مناطقهم. من جهتهما، أوضح مدير المديريتين أن المهن التي اكتسبها الدارسون تحدث تغييرا إيجابيا، مؤكدان على دعم إدارتهما لهم. أفادت المعلومات الواردة بأن السيول التي أعقبت الأمطار الغزيرة التي هطلت في 4 من أغسطس الجاري بمدينة كرن وضواحيها تسببت في دحر أنابيب المياه ودفن الآبار. وأوضح المدير التنفيذي لخدمات المياه في مدينة كرن الشاب أبرهة جرماتين بأن الأمطار الغزيرة والسيول المتدفقة أوقعت أضرارا بالغة في أنابيب المياه ومصادر المياه وخطوط الطاقة بوادي عنسبة، مما تسبب ذلك في توقف خدمات المياه لفترة قليلة. كما ذكر عن توقف خدمات الصهاريج باعتبار أن الآبار التي يستفاد منها في نقل المياه توجد في وسط الوادي، وأنهم يسعون جاهدين لصيانة العطب من أجل استئناف خدمات المياه في وقت وجيز.
استشهد المناضل دسبلة والدقرقيش عضو وزارة الصحة في 10 من أغسطس الجاري إثر مرض ألم به عن عمر ناهز 63 عاما. والتحق المناضل دسبلة في العام 1975 بصفوف قوات التحرير الشعبية الإريترية، وشارك قبل الاستقلال كطبيب ميداني في الجبهات الأمامية في معارك كثيرة. وبعد الاستقلال خدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص متنقلا في مختلف المستشفيات. والمناضل دسبلة رب أسرة وأب لمولود واحد، وسيورى جثمانه الثرى منتصف يوم غد 12 من أغسطس الجاري في مقبرة الشهداء بأسمرة. وعربت وزارة الصحة عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل دسبلة والدقرقيش، وقدمت تعازيها لأسرة الشهيد وزملائه في العمل ورفاقه المناضلين. أعزائي المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوفيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. أهلا بكم. لقي 60 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 70 بجروح في انفجار شاحنة صهريج على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب العاصمة التنزانية دار السلام. وتخشى سلطاتهم من ارتفاع عدد الضحايا لأن بعض الجثث قد تكون عالقة تحت الشاحنة. ووقع الحادث إثر انقلاب شاحنة صهريج واندفاع عدد من المواطنين لسرقة الوقود المتسرب قبل أن يشتعل مسببا الانفجار. وقتل 60 شخصا على الأقل صباح السبت، وأصيب 70 بجروح في انفجار شاحنة صهريج بالقرب من مدينة مورغورو التي تبعد حوالي 200 كيلومتر غرب دار السلام عاصمة تنزانيا. وبعيد انقلاب الشاحنة على الرصيف هرع سائقو الدراجات النارية التي تعمل بالأجرة إلى مكان الحادث لسرقة الوقود المتسرب على غرار عدد من سكان المدينة. ويبدو أن الوقود اشتعل نتيجة شجارة ما تسبب بالانفجار. وقالت الشرطة إنها نجحت بإطفاء الحريق، وهذا النوع من الحوادث يقع مرانا في أفريقيا. ومطلع يوليو قتل 45 شخصا في وسط نيجيريا، وأصيب أكثر من 100 بجروح خلال سرقتهم لصهريج تعرض لحادث سير ثم انفجر. كشفت إيران النقاب عما قالت إنها منظومة للدفاع الصاروخي جرى تطويرها محليا بمدى 400 كيلومتر، ويمكنها المساعدة في التصدي لصواريخ كروز والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. يأتي الإعلان في وقت تتزايد فيه حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وكانت إيران أسقطت طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في الخليج بصاروخ سطح جو في يونيو. وعرض التلفزيون الإيراني لقطات لمنظومة فلق، وهي مركبة رادار متنقلة. قال التلفزيون إنها نسخة متطورة من منظومة جاما التي قال خبراء عسكريون إنها روسية الأصل. ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني البرغادير جنرال علي رضا صباحي قوله إن المنظومة لها قدرات عالية وقادرة على كشف كل أنواع صواريخ كروز والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. ذكر تلفزيون الصين المركزي أن 18 شخصا لقوا حتفهم، واعتبر 14 في إعداد المفقودين بشرق البلاد نتيجة انهيار أرضي ناجم عن إعصار قوي مصحوب بأمطار غزيرة تسبب في توقف حركة النقل على نطاق واسع وإجلاء أكثر من 1,000,000 شخص. وقال تلفزيون الصين المركزي إن الانهيار الأرضي وقع على بعد 130 كيلومترا من مدينة وانشو الساحلية إثر انهيار سد طبيعي في المنطقة بسبب الأمطار. أنباء وقالت وكالة الصين الجديدة شينخوا إن الإعصار لكيما اجتاح البر بإقليم تشيانغ في شرق البلاد مصحوبا برياح تصل سرعتها القصوى إلى 187 كيلومترا في الساعة، رغم أن قوته تراجعت بعدما وصفته السلطات في وقت سابق بأنه إعصار هائل. وذكرت هيئة تنظيم الملاحة الجوية أن آلاف الرحلات ألغيت في شرق الصين. وأصدر مكتب الأرصاد تحذيرا باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى بعدما أصدر تحذيرا أحمر عندما أجبر الإعصار تايوان على إلغاء رحلات جوية وإغلاق أسواق ومتاجر على الجزيرة.
فيما يشبه المحاكاة لقوافل الحج القديمة التي كانت تعبر الصحاري على ظهور الإبل، وصل 8 حجاج من لندن إلى مكة المكرمة على متن دراجاتهم في رحلة قطعوا خلالها حوالي 6440 كيلومترا في إطار حملة خيرية. استغرقت رحلة الدراجين الهواء 60 يوما، عبروا خلالها 17 دولة في 3 قارات من لندن إلى المدينة المنورة، ثم اتجهوا إلى مكة لأداء مناسك الحج بهدف جمع 500 ألف جنيه استرليني لتمويل مشاريع لخدمة الفقراء في 4 دول. والدراجون ال8 مقيمون في بريطانيا، 7 منهم ترجع أصولهم إلى باكستان و1 من سريلانكا. ويعتزم الدراجون مواصلة جهود جمع المال بعد العودة إلى بريطانيا للوصول إلى هدفهم. ختام نشرة الأخبار لهذا المساء. مشاهدينا الكرام، تحية لكم من الفضائيات الإريترية، وكل عام وأنتم بخير.